السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نحضر معكم واحد البوستري ولا واحد التحليه اللي تجي رائعه، تجي زوينه بزاف، لذيذه. هنايا شديت الهرنيس الكاطو اللي جاني من المغرب، شتيتو وغادي نطحنو. غادي نطحنو مزيان. الصراحه هاد الكاطو لذيذ، المذاق ديالو بحال الكاطو ديال ماريا، يعني المذاق ما مختلفش، بحال. هنايا كما تشوفوا راني طحنتو، وغادي نبدا في التحضير ديال الكريمه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. عندي هنايا نصف لتر ديال الحليب، غير نص. غادي نستعمل نص لتر ديال الحليب، وغادي نزيد معاه النشا ولا المايزينا 2 المعالق. كما تعرفوا مايزينا راها صحيه، احسن ما نديروا الفرينه. دائما نجيكم مع بالنصائح، قبلوا عليا على النصائح اللي نعطيكم. هنا عندي واحد الكيس على حساب 2 معالق كبار ديال الكوك يكون مطحون. هاد التحليه ولا هاد البوستري يجي رائع، يجي زوين لذيذ معلك. هنا عندي نستلي ديال الكراميل ديال الفلون، هو اللي نستعمله. غادي ناخذ منه 2 المعالق كبار. عود ما ديروا السكر ديروا هذا، واللي بغى يدير السكر يدير، ولكن هاد التعليكه ديال هاد التحليه تجي رائعه، تجي بحال حلوه لاكريم، تجي زوينه بزاف. هنا درت 2 معالق كبار. هنا غادي نزيد واحد نصف لتر ديال الناطه كما تعرفوا الناطه راها بنينه بزاف. شوفوا غير لاطارت اللي نديروا فيها شحال تجي لذيذه وحلوه. هنا درت نصف لتر، ما فيهاش السكر. هنا باختياري زدت واحد الفلان نتاع البنان باش المذاق يزيد، يعني نهرست هذيك اللذه ديال النشا، يعني النشا ما فيهاش ولا المايزينا ما فيهاش المذاق، درنا لذاك الفلون. هنا درتهم على النار وراني مع التخليط نخلط فيهم مزيان باش ما يتراكبش ولا ما يتفولش ولا ما يتعجنش. هنا صافي خلطتهم مزيان مزيان مزيان. وهنا غادي نبدا في الخدمه، يعني غنديرهم في الكويسات هكا كيسان يجيو زوينين. كما شفتوا واحد المقطع راه مشالي باش نبدا معكم فاش نزلت الكاطو ولا البسكوي. هنا درت طبقه بطبقه وانا غاديه معاه. هنا غادي نسالي معهم كاملين هكذا كما تشوفوا وانا غاديه طبقه بطبقه. البسكوي كما كان النوعيه ديالكم ديروه، ماشي بالضروري يكون هرنيس ولا الماريا ولا اي نوع من البسكوي. في الاخير باش ما بغيتو ديكوريو ولا تزوقوا، اللوز، كاوكاو، فروته، فواكه جافه، اللي عندك اكتفي باللي عندك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هنا كاملين غادي نفوت عليهم. هنا بديت نديكوري، درت الفريز، المهم انتي اللي بغيتي. هنا درت الكاطو ديال هذا الكاطو ماشي اوريو، هذا كاطو عادي تاع ليدل. كما تشوفوا هنايا كملت الديكوراسيون، كملت كامل. وهكذا غادي ندخلهم للثلاجه يبردوا شويه على نص ساعه ولا، وغادي تشوفوا معايا التعليكه اللي جات فيهم. هنا غادي ندخلهم يبردوا شويه في الثلاجه.
هنا غادي نشوفوا معايا كيفاش جاو دايرين، يعني يا سلام. هاد التحليه دائما نديرها، تجي زوينه بزاف، تجي لذيذه، يعني مختلفه على التحليات كاملين اللي نديرو. كما تشوفوا، شوفوا التعليكه، يعني بحال راكي تاكلي شي حلوه زوينه مع داك المذاق ديال البسكوي ولا الكاطو اللي درنا. هنا نقول لكم صحة صيامكم، صحة فطوركم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.